السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رئيس الجمهورية يعطي إشارة انطلاق عملية توزيع أزيد من 4 مليون وحدة سكنية عبر التراب الوطني. أعطى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم إشارة انطلاق توزيع 251.890 وحدة سكنية بكل الصيغ على المستوى الوطني. وصل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء إلى المدينة الجديدة سيدي عبد الله الجزائر العاصمة للإشراف على إعطاء إشارة انطلاق عملية توزيع السكنات عبر التراب الوطني. وكان في استقبال رئيس الجمهورية بمدخل المدينة الجديدة سيدي عبد الله رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، ووزير السكن والعمران والمدينة طارق بالعريبي، ووالي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي. وبعين المكان تابع رئيس الجمهورية عرضا حول واقع السكن والحصيلة الوطنية لتوزيع السكنات من 5 يوليو 2020 إلى 5 يوليو 2024 قدمه وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بالعريبي. وأشرف رئيس الجمهورية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله الجزائر العاصمة على إعطاء إشارة انطلاق عملية توزيع 251.890 وحدة سكنية بكل الصيغ على المستوى الوطني. وكانت الانطلاقة بتدشين حي المجاهد الراحل عثمان بالوزداد الذي يضم 13,300 وحدة سكنية بحضور نجلي المجاهد الرمز. ويتربع هذا القطب الحضري على مساحة 107 هكتار يضم 343 عمارة ذات 9 طوابق إلى جانب المرافق المدمجة. وخلال عرض قدمه حول برنامج توزيع السكنات المقرر بمناسبة عيد الاستقلال والشباب، كشف وزير السكن والعمران والمدينة